بسم الله الرحمن الرحيم. معايا أستاذ محمد صاحبه وحبيبي، دايما بتكلم معاه في الكورة. حابب النهاردة إيه رأيك في البيان الاعتذار بتاع وسام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اعتذار ما كانش له لازمة. واحد الأهلي ياخده يلمعه ويجيبه ما كانش له أي صفة في فرقته خالص. مش مشهور نهائي، ويجي يلعب موسم ونص في الأهلي والأهلي يلمعه ويوديه كأس عالم اللي هو عمره ما كان يحلم بيه. ولو قعد 100 سنة في الفرقة اللي راحة ديت مش هيروح كأس عالم. هو نفسه قال الأهلي كانت نقلة كبيرة ليه، ويجي يتمسك إنه يسيب الأهلي ويمشي في ظروف الأهلي بيدعم فرقته بلعيبة على مستوى عالي ويسيبه ويمشي. هو خذلنا كجمهور بصراحة. كنا حابينه، حاسين واحد مننا ونجمناه. وبقى نجم ومشهور هو البيان واتعرف ودخل منتخب فلسطين عن طريق الأهلي يعني الأهلي لمعه خلاه يلعب منتخبات، وما خلاه هو اللي السبب انه يخش منتخب فلسطين. وانا كل الاعتذار ده نفسه طلعت قلت مش مقبول وانا مش قابل منه الاعتذار. وعلها على أندية تانية وعلها على لعيبة تانية خالص. منتخب فلسطين بقى الأساسي، هو الأساسي يعني بينحط الأول وبعد كده بقيه ال10 لعيبه التانيين. وسام بينحط وحواليه ال10 التانيين. ده وخصوصا لما النحاس كمان رجعوا المستوى بعد كده كان نخلص عليه. ده كله نتيجه لعبه في النادي الاهلي. عشان كده الزمالك. طب وايه رايك في ان الزمالكاويه بيقولوا ان وسام زي اللي حصل مع زيزو؟ لا 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 لا، وسام ده 4 سنين لسه 4 سنين. هم الزمالكاويه عايزين يحسوا ان هم منتصر مش مهزومين. لا 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 لا، زيزو ده فري لعيب انتهى عقده خلاص. يلعب في بيراميدز، يلعب في الاهلي، يلعب في المصري، يلعب في الاتحاد، يلعب في الاسماعيلي. لا، والمقابل المادي انت كان جايلك 6 مليون دولار كمان في زيزو. انت ما كنتش الاهلي كسب من يلعب في الهلال السعودي، يلعب في قطر، يلعب في اي نادي، لعيب فري من حق اي فرقه تاخده. هم بقى مش فاهمين ان وسام احنا كسبنا فيه. يعني انت عندك زيزو انت 6 مليون. انا ما بتكلمش عن مكسب وخساره، انا بقول وسام قدامه عقده لسه 4 سنين ولاعيب تاني فري. بس الزمالكاويه عاوزين يحسوا انهم منتصرين، سايبين مشاكلهم الشركه اللي بتديرهم وجايين ايه عايزين يعلمونا ازاي لاعب فري زي ما بيقولوا في قصه امام عاشور. انا ما خدناش منهم امام جايبينه من بره، الراجل رجع لهم ما عادش فلوس خدناه. الله يفتح عليك. امام بعيد خالص. وزي بن شرقي قال لك ده هو لعب معاك سنتين ده زي بن شرقي عادي. طب لا ده كمان ايه زي احمد حمدي، زي ناصر ماهر، زي ناصر ماهر، عبد الله السعيد، زي عبد الله السعيد. كل دي لعيبه الاهلي بقى اشتريت عادي. خلاص خلص الموضوع، انتهى. موضوع منتهي. لا الزمالكاويه محسسيننا اللي احنا خدنا بنفضل فريق. هم عايشين في الدور ده على طول. هيتنهم يعني الزمالك بقالهم 50 سنه الاهلي بيعلى هم. هيتنهم مركز ثاني، مركز ثالث، مركز ساعات بيبقى مركز متاخر كمان عن كده. يعني الاهلي في موسم نهى الدوري بفرق 36 نقطه عن الزمالك. معنى كده هم مش شايفين الكلام ده. لا الزمالك دايما عاوز يحس انه منتصر حتى هو مهزوم. لا خالص. يشتغل على فكره ان جمهوره لا احنا انتصرنا احنا. لا في فرق كبير 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 بين اللي حصل لزيزو واللي حصل مع وسام. وايه رايك اللي بيقولوا على صفقه عبد القادر صفقه القرن؟ مين؟ يقول لك عبد القادر لعيب حلو قوي بس مش اناني بيحب يعزز بالكوره ده لوحده. مش الاهلي لعبه دايما جماعي. هو ممكن ينفع في الزمالك. هو لعيب فردي. الزمالك بيحب الشو والكبالة ان يعمل جول حلو ومش عارفه ايه يمرقص مش عارف ايه. لكن الاهلي فرقه بطولات. هو الاهلي عنده النجم طول عمره الفريق. الزملكاويه بقى بيحبوا لا يعني يقول لك شيكابالا جون اصل جون حلو خسرينها خالص جون حلو. معنا في فرق كبير قوي يعني هذا الماتش برضه لعيب مهاري ولاعيب كويس ولاعيب كله بس فردي. الاهلي مش واخد نلعب فرق. وحتى في الاهلي ده هو كان بديل. احنا كنا بنشحط حبه لسموحه وحبه. سيبك من سموحه وسيبك من جت. طب ما في لعيبه راحت ومشيت وجت وبقت نجوم. ناصر ماهر راح ورجع داخل البلد. انا في لعيب وناصر النهارده في الزمالك. ناصر ماهر النهارده في الزمالك. في لعيب في الاهلي اما ياخد فرصه هيبقى عالي قوي. طلع كبنك
خلي بالك المدرب قال لك اللعيبه اللي عابدين واللاعب اللي كان طالع اعاره قال لك مش هيطلعها. كمان كان لعيب بسم الله ما شاء الله. هو قعد اللعيبه دي كمان ده طلع عار. ده طلع عار والاهلي جابه بس لعيب. طب رايك في المدرب الاهلي الجديد ريفيرو؟ والله لسه ما يبانش دلوقتي. سيبك بقى انه جه من الدار للنار. جه من مستوى دخل في 3 ماتشات مستوى تاني. واللي يقول لك الاهلي كان مستوى لا، الكوره بالذات فيها توفيق وعدم توفيق. اقول لك انا حاجه، احنا دايما نقول ايه المدرب اللي مشي كان هيبقى يعلم معانا اللي هو السويسري باير. اقول لك حاجه، ريبيرو ده هيبقى زيه لان في حاجه حلوه، بيلعب لعب مباشر على الجون. بس الوديه الاخيره او ماتش كاس العالم احنا ما حدش في حاجه ما حدش واخد باله منها. لا هتبدا خلي بالك، هو حتى في الماتش الودي ده في حاجه ما حدش واخد باله منها. ان الاهلي لو راح من الاول بفرقته هي غير ما الاهلي كان دعم باربع، يعني بن شرقي جديد، تريزيجيه جديد، زيزو جديد، كل ده كان جديد. كل ده عامل زي مش عارف الصراحه، يعني كل لعيب عايز يقول للجمهور مش للاهلي انا شايف ان ريبيرو هيطول مع الاهلي. ده كان سبب ان الاهلي طلع من الدور الاولاني من كاس العالم للانديه. لكن لو اللعيبه ديت مع بعضها معاهم مدرب من الاول كنا عارفين. لا ومن سنه كان هيبقى وضع شكل تاني. ما برضه حسن ما خدمناش. عندك وسام مع اللي حصل مع كولر في اللي حصل مع لعيبه. ماليش دعوه بوسام. انا لعبنا انتر ميامي. ده كان امام عاشور لما اتصاب. سيبك من اصابه امام عاشور، في بديل، في 50 بديل لامام عاشور. في 50 بديل. بس المشكله ان كل واحد كان جاي من فرقه وكل واحد عايز يقول له الجمهور انا اهو. كل واحد عايز يقول له الجمهور انا اهو. وبانت قوي في ضربه الجزاء بتاعت تريزيجيه. بس هو الحظ برضه هو بانت قوي تريزيجيه. وامام عاشور انفرد قبل ما يطلع. عارف هو الاهلي عنده امام عاشور انفرد قبل ما يطلع في كاس الكونتيننتال قصاد الفريق اللي هو المكسيكي. احنا برضه كنا عاملين ماتش حلو، بس انا حاسس ان الاهلي انت عارف يعني اللاعب المصري لما بيجي يكمل الاخر بيحس نفسه نجم انه وصل. فبيرجع بعد كده برضه كاس العالم ده كان يختلف. اقول لك برضه حاجه، ريبيرو كان مدرب كويس للاهلي. هو ميسو والدفاع بس هو غير حاجه في كاس العالم. كاس العالم ما كانش بيلعب بوينج. كان كل اللعب ناقل لمة الشمال. كان بيخلي محمد هاني لوحده. في الماتش الود ده عمل وينج. هيبقى مشكلته حاجه واحده، هو خط الدفاع. يعني مثلا ياسين مرعي انا شفته ما كانش حلو، بس قلت اول ماتش ليه. لا رهبه لعيب جاي بس اقول لك الاهلي الموسم ده مع ريبيرو ده هيطول مع الاهلي وهيرجع شخصيه الاهلي الهجوميه تاني. هو رجع شخصيته الهجوميه ولسه بدليل 4 اهداف في بورتو و4 ماتشات. وبورتو ده كان في يوم من الايام بطل اوروبا. الاهلي بقى يرجع حاجه. الاهلي هتبقى المنتوشه بتاعته كلها بسكور وهيبقى القاء جمالي، يعني شكل حلو للعيبه، وهيبقى هيسيطر على كل البطولات. وافكرك هو هيروح معانا كاس الكونتيننتال السنه اللي بعدها ما ياخد افريقيا، وهيوصل للنهائي، ولو طول معانا ل 29 هنعدي دور المجموعات مع ريبيرو. يبقى مدرب هادي. الناس كلها بتقول هدوءه مبالغ فيه، لا انا شايف هو هدوءه ميزه ومش ميزه. الميزه ما بيوترش اللعيبه. هدوء ما بيخليش اللعيبه تتوتر. وفي ناس ثانيه تاخده يقول لك ازاي سايب الفرقه وازاي يخلي واحد يشوط ضربه جزاء مش هو اللي يشوطها. اللاعب المصري لما انت بتديله الثقه وتلعب هو يعني كان جوزيه ساعات يقلع الجاكيت بامكانياته. جوزيه كان ساعات ممكن يغير بعد 10 دقائق. شخصيته قويه فعلا. كان ممكن يغير بعد 10 دقائق. المدرب ده بقى هيعمل ده وده برضه مني هو. وانت عارف لما كنت اقعد معاك كنت اقول لك الاهلي هيكسب الماتش ده او يخسر الماتش ده، كان بيطلع توقع صح. كان دايما انا وانت ايه نكسب 1-1 سكور. بقول لك ريبيرو هيطول مع الاهلي ويعمل انجازات كبيره بشخصيه الاهلي. بس هو يظبط حته الدفاع بالخط الرباعي. ونفسي يعتمد على شوبير. شوبير هيعتمد عليه ليه بقى؟ شوبير بيلعب برجله حلو،
المدرب ده بيبني لا اللي هيبقى احسن. ياسين مرعي بيطلع كوره حلو. بقى عندك عابدين بيطلع بالكوره حلو. عندك حتى وياسين مرعي وبيكهام، بس بيكهام بطيء. بيكهام مع الفرق اللي بتلعب بمهاجمين مش هينفع لان بطيء شويه وبعدين مندفع. يعني بشوف اللي هو مثلا ايه فوائته كتير انذارته كتير، بينطرد برضه مش راكس. فممكن ياسين مرعي لسه ما بيخش سيستم الاهلي، وياسين مرعي برضه ما بيخش سيستم الاهلي لسه. كريم فؤاد ما تنساش كريم فؤاد في الباك الشمال هو. ما تنساش كريم فؤاد. بس انا نفسي كريم فؤاد ده جه فتره نسينا علي معلول لما اتصاب في ماتش الترجي. يعني كريم فؤاد ده انا نسيت علي معلول اما اتصاب في ماتش الترجي التونسي، نسيت علي معلول خالص بسبب كريم فؤاد. ده كده بقى التشكيله دي صفقه جديده. تشكيل الليبرو اللي هيلعب فيه محمد هاني ده صاحب النادي. محمد هاني ده بيلعب بحس انه صاحب الكوره صاحب الملعب. هيبقى ياسر ابراهيم، هيبقى ياسين مرعي، هيبقى في الجنب الشمال هيبقى شكري، يا اما كريم فؤاد، ديانج، بن رمضان، امام عاشور، تريزيجيه، جريتشار، زيزو. واحتمال ممكن يلعب ان بن شرقي يا اما ينزل بديل تريزيجيه او هينزل في خط الوسط وهيلعب. بن شرقي ده احنا بنسميه اللعيب السهل الممتنع، بحيث انه بيلعب بالشوكه والسكينه. ازاي بيعدي ما اعرفش، حاسس ان السكينه ماشيه بتقطع في حته الجاتوه، ازاي ما اعرفش. هو لعبه مختلف خالص، مختلف عن اي لعيب مصري. بيحس ان بيلعب الكوره بصباع رجله الكبير او صباع رجله ويعدي، ازاي ما اعرفش. بس انا مش قصدي الاهلي يستعجل ان يجيب مهاجم اجنبي. لا انت عندك خلي بالك ان محمد شريف ده اما ترجع لورا شويه كان هداف افريقيا. أيوة. هداف الدوري بكام؟ بحوالي تقريبا ل 19 ل 21 هدف. كان هداف الدوري ل 19، كان اكتر واحد جايب اهداف. محمد شريف ده يعني هقول لك انا بشبهه بمين؟ كان في لعيب في ايطاليا زمان اسمه ايه؟ جه برضه متضل النار كده، اللهم صل على النبي، اما خدوا كاس العالم وطلع كهداف كاس العالم. اللي هو الاخير مع ايطاليا. لا نسيت اسمه. لا من فتره مش متذكر السنه. طب ايه رايك هيبقى الزمالك الموسم الجديد؟ الزمالك الموسم الجديد. الزمالك؟ بص الكوره ديت ما فيهاش كبير وما فيهاش توقع. ممكن الزمالك بفرقه مجهول. الاهلي كسب الزمالك بفريق الناشئين. الاهلي كسب الزمالك في كاس مصر بفرقه من الناشئين، فما تقدرش تحدد مين ومين. انا بقول لك اصل الناس مش واخده بس جوه الزمالك، مش واخده بالها من حاجه. جون ادوار ما بياخدش مرتب من الزمالك، هو شركه. مش واخدين بالهم ان الشركه دي انا بشتري لعيبه وبيع لعيبه. بمعنى هو النهارده جاب النهارده 10 صفقات. ما الشركه عشان تكسب لازم تبيع. ما لازم تبيع. مش عاوز وعشان يبيع لازم يبقى في مستوى. ايوه ان حتى لو لعيب تألق الزمالك عاوز يحتفظ بيه نقدر هيبيع. لازم اللعيب عشان يبيع لعيب لازم يتقرب. يعني وسام ابو علي قال لي خلاها الفرقه مسكت بيه تألق. فجون ادوارد مش هيجيب لعيبه كده. لا او لا ما عايز يكسب. هو لاعب مرتضى منصور عايز يكسب كوره. كان بيكسب، كان يجيب لي 20 صفقه، ممكن صفقه واحده لا جون ادوارد بقى عايز يكسب كوره ويكسب مادي، يعني يكسب الاثنين. لا هو بقى مش عايز بطولات. يعني بمعنى ايه؟ لو انا جبت لا عايز بطولات. لا اللي ينجم اللعيب. هقول لك ليه بقى؟ لا مش معاك. هقول لك ايه اللي ينجم اللعيب ان هو حتى لو خد ثالث في المستوى ده تألق اللعيبه، حتى لو خد الدوري هيبيع اللعيب. عارف ليه؟ انا عاوز نسبه. هيجي مره مثلا لا مش مش لا التفكير مش كده خالص. هو ممكن يبيع لاعب او اثنين والموسم اللي بعده يبيع لاعب او اثنين بس هيدي اداء. لانه كشركه عايزه اداء وعايزه نتيجه وعايزه فلوس. الفرقه اللي محتاجه فيها سيراميكا يبقى معاه سكواد حلو بس يكسب ماتشين ويخسر ماتشين. سيراميكا تلاقيه مثلا كسب ويجي مثلا قدام الزمالك يعمل قدام بيراميدز ماتشات تقول يعني ايه. انا ساعات بتفرج اقول ده اسمه يبقى في الدوري وفجاه مع فرقه ثانيه خالص هوب ما بحصل فتره. يعني حتى مدرب يعني مثلا البنك الاهلي كذلك. خلي بالك ان سيراميكا والبنك الاهلي والمصري ماشي والمصري هيبقوا السنه الجايه ومنافسين الزمالك. هيبقوا السنه الجايه الزمالك لو عرف ياخد رابع فرس الرهان.
هيبقوا فرس الرهان. لا الزمالك هيبقى، اصل الزمالك عمر الزمالك ما يبقى وحش، والكوره من غير اهلي والزمالك ما تبقاش كوره. فعلا انا نفسي انا عاوز بنفس الكوره من غير اهلي والزمالك ما تبقاش كوره. ما همكش مين يعني مثلا ايه، الاهلي بيلعب بيراميدز ونحفل على مين؟ الاهلي بيلعب بيراميدز، الاهلي كسب البيراميدز مش في دماغك. ماتش الاهلي والزمالك بقى لا، عايز الاهلي يكسب. تعرف اللي مخلي بيراميدز له طعم ايه؟ ان الزمالك بيدافع، يعني مثلا لما انا مش الزمالك بيدافع عنه، لو انا بكسب الزمالك خلى له جماهير. ايوه لو انا بكسب بيراميدز بلاقي او بيراميدز يكسبني بلاقي الزمالك فرحان ويزعل. الزمالك انا بكسب بيراميدز واروح احفل على الزمالك. سبحان الله عليك. هل تكسب فريق وتحفل على فريق؟ هو الزمالك خلى البيراميدز جماهير. ومش للجماهير بس، مش لدي بس، لا ده خلى للترجي جماهير، خلى لصن داونز جماهير، خلى اي فرقه بتلعب الاهلي. ما بيشجعش الزمالك، هو بيشجع اي حد بيلعب الاهلي بس. بيلعب الاهلي. تعرف برضه من الظلم الكوره ايه؟ ان في كاس العالم يقول لك الهلال السعودي شرف الكوره. الاهلي لما طلب ان يزود لاعب ولا اثنين قال لك ده هيبوظ الكوره المصريه. برضه انا مش في الكلمه دي. الهلال اتعادل مع مين؟ ماشي. اتعادل مع مين؟ مع مدريد. حلو ايوه، ناخد واحده واحده كده. ريال مدريد غلب 4 من مين؟ من باريس. باريس غلب 4 من مين؟ اتغلب 3 من مين؟ من تشيلسي اللي هو اصلا ما كانش مرشح. هو ايه، وكان ما كانش مرشح. الاوروبي عشان كده بقول لك الكوره فيها توفيق وعدم توفيق. الزمالك باريس الهلال اتوفق قدام الريال ماشي. باريس سان جيرمان اتوفق قدام الريال. لا برضه مش ماشي. اختلف معاك، بعرف ان الاهلي لما طلب 2 اجانب قال لك هيبوظوا الكوره في مصر. الاهلي مش عايز حاجه، مش عايز لعيبه. لا بس هو كان محتاج. الاهلي مش عايز لعيبه. دفاع وباك شمال. برضه الاهلي مش عايز لعيبه. الاهلي مش عايز لعيبه. انا عندي ديانج ده لو لعب من اول بطوله كان فرق مع الاهلي. معانا. ديانج ده لو لعب من اول بطوله كان فرق مع الاهلي. مش معنى الهلال مثلا مفتوح للاحتراف ما ينفتح. انا مش استنى الهلال كان بعنفوانه والاتحاد بعنفوانه. الاهلي كسب 1-4 وكسب 1-3. طب ليه ما مش شرط. انا شايف ان لو فتحنا الاحتراف لا مش شرط. الكوره بقول لك فيها توفيق وعدم. طب في ماتش الاتحاد ما هو بنزيما كريم بنزيما ده ضربه جزاء. الكوره ديت لو جت ضربه جزاء كانت ترجع 1-1 كان الماتش انقلب. ايوه كوره حسين الشحات فيها توفيق. طب لا هو حب ياخد المجد لنفسه. طب ليه بقى؟ الشحات فكر كان قدامه. لا حتى جول في ماتش الاتحاد. في ماتش الاتحاد في ماتش انتر ميامي كان يقدر يلعبها قدامه، بس هو فكر في الاحتفال ده. عشان كده لسه ارجع لكلامي من الاول خالص. اللعيبه كانت عايزه تنجم نفسها مع الجماهير. كل لعيب عايز يقول لك انا اهو. لكن حسين الشحات 4 رايحين على 2 هو بيفكر في نفسه. هو ما بيفكرش الا في نفسه بس. عشان كده ميسي اللي كان لاعب الكوره هو اللي قطعها. فعلا ميسي اللي لعب الكوره هو اللي جه قطعها. شايف انه فعلا كاس العالم ده. لكن لو الفرقه كانت بتلعب تيم واحد ومع بعض من فتره وكل واحد بيقول الفرقه مش انا، لا الاهلي كان راح حته ثانيه. طب انت رانك على مين في الاهلي السنه دي؟ انا كان رهان ريبيرو. مين؟ رهان. انا رهاني على ديانج. على ديانج. لا ديانج المفروض منه. انا رهان على ديانج. بس نفسي يجدد. هيفرق مع الاهلي قوي 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 قوي. نفسي يجدد. ولاعيب تاني ما حدش واخد باله منه كباك. لا بس انا هتلاقي المفروض صعب. كباك مع الثلاث خط الوسط مع يبقى بديل. بص مروان. الفرقه القويه يبقى خط نصها قوي، مش هجومها قوي، مش دفاعها قوي. او خط نص ماسترو. ايوه هو اللي رابط ما بين هنا خط النص قوي. الفرقه ما عايز تبقى فرقه قويه يبقى خط النص قوي. اي فرقه عايزه تبقى قويه في الكوره خط نصها يبقى قوي. قوي ايه؟ دفاعيا. هو اللي يسيطر على قوي. اللي يسيطر على الماتش بحاله. بص قوي دفاعيا وقوي هجوميا. قوي دفاعيا. وانت عندك بسم الله ما شاء الله في خط النص. انت عندك كتير. عندك امام عاشور، قفشه، اللهم صل على النبي. قفشه يبقى صعب له دور. مين؟ قفشه هيبقى صعب ان كل دور هيلعب على فترات. ماشي. ديانج دفاعي ده كتير قوي. ده انا شفت لك التشكيله هيبقى ديانج امام بن رمضان. بن رمضان هيقعد احتياطي مين بقى؟ بن رمضان ده خلي بالك. بن رمضان ده في كوره في ماتش انتر ميامي كان واخدها من نص 3. انا شفت اللقطه ديت في لعيب واحد بس في الاهلي. ابو تريكه ده بصراحه. وخلي بالك ابو تريكه انا عمري ما شفت واحد بيلعب بصباع رجله كبير وصباع رجله صغير زي ابو تريكه. ابو تريكه حريف. ابو تريكه وبيعمل الشيء
اللي مش متوقع. مم. يعني حطوا جون في محمد عبد المنصف مره كانت النتيجه دي 1-0 لما راسه بجسمه. بجسمه. اه هم ما راسه بجسمه. اترمى على الشمال، ساب الكوره ساب الكوره ماشيه في طريقها بس راسه بجسمه. عبد المنصف اترمى على الشمال حطها في اليمين. عبد المنصف نفسه اتكلم عن الجون ده. عبد المنصف نفسه اتكلم عن الجون ده. عبد المنصف ده كنت بتفاجئ لا عبد المنصف نفسه اتكلم. يعني ايه؟ عبد المنصف وقف في ماتش الستة ووقف في ماتش 4. ماتش 4-1 ما اتكلمش. ونهاية كاس 4. ما اتكلمش الا في جون حط فيها ابو تريكه ده. لا هو كان جون ابو تريكه كان بيعمل اللا متوقع. عارف ان ابو تريكه ده السبب الرئيسي ان احنا ما يبقاش في صانع العاب بنحترف فيه. ظلم كل صناع اللعب. انك انت ما عندك صانع اللعب انا ابو تريكه. فتيجي تتفاجئ بيه. وحرام يقارنوه بالخطيب لان الخطيب في حته وابو تريكه في حته. الخطيب راس حربه وابو تريكه في ما حضرتش الخطيب بس. لا حضرت الخطيب ولا لا الخطيب ده كان. بس انا عمري ما شفت حد بيوقف كوره على سن الجزمه بسن الجزمه. الله الخطيب بالسن كده يعني يرفع بسن الجزمه فوق صوابعه اللي فوق. لا وفي جوان كمان جابها زمان بتيجي دلوقتي. لا حتى جون في كوتوكو يعني كوره فريست تايم ونفس الجون ده حطه في فرقه اسمها التونسيه اسمه ايه؟ المرسى تقريبا. المرسى التونسي. نفسه تيبيكال. كان مصاب ودايما نلعب مصاب. تيبيكال. وكانت النتيجه 0 ونزلوا الشوط الثاني كسبنا 4. كسبنا 4 زي برضه في ماتش كده برضه افريقي. كنا تقريبا مغلوبين في الفرقه ديت مش فاكرها بالظبط. مغلوبين 1 وجم هنا هجمه مرتده جابوا الجول هنا كمان ماشي. وابو تريكه كان تقريبا تعبان عنده برد عنده سخونيه كمان. ابو تريكه نزل الشوط الثاني جاب جون غير الماتش. ابو تريكه ابو تريكه تاني هو اللي كان ابو تريكه اللي كان جاب. انا شايف غير الماتش. انا عن نفسي دايما اقول لابو تريكه كسبنا 3-1 الله يسامحك. ابو تريكه نزل الشوط الثاني كسبنا 3-1. كل ما يجي لاعب يقول لك صانع اللعب افتكر ابو تريكه. يعني مثلا عبد الله السعيد ابو تريكه ده يعني قفشه اقول لك ابو تريكه. انا حضرت ناس كتير قوي. لا ابو تريكه كان فاروق جعفر. لا برضه نفس كان فاروق جعفر كان حريف. هو الاهلي عنده كان خط وسط. انا برضه كنت بتكلم حسام غالي. انا برضه كنت بشوفه. وحسام غالي. لا حسام غالي ده اللاعب الشيء. عارف اللاعب الشيء. ايوه ده نزل لعب كوره بدماغه مره من قدام رجل الولد على الارض. فاتش ترجي من على الارض ما خافش. ما تروح الكوره ديت لو الواد حط رجله وشد دماغه كان حسام غالي لو كان سمع كلام المدربين في الاحتراف كان زمان دلوقتي محترف. لا كان حاجه عالميه زي محمد. الكوره التشميسه دي كانت عنده سهل. كده سهل. لا وكان لا هو كان مستوي لعيب كنت بسميه اللعيب اللي ما بيتبهدلش. اللي ينزل بالفانيلا والشورت بتاعه وزي ما ينزل ويطلع بمنضاه زي ما يطلع. لا هو كان زي ما ينزل زي ما بحب حسام غالي. كان لا حسام غالي يا خبر ابيض. كنت احبك. لعيب زي حازم امام في الزمالك. كنت حاسس انه بينزل بالفانيلا والشورت زي ما بينزل زي ما بيطلع. تحس ان هو برضه حازم امام كنت تحس ان هو ما بيجريش. بس عالمي. بس عالمي برضه من الناس حازم امام ده عالمي اللي بحبها برضه فعلا. خط الوسط والكابتن حسن شحات يا خبر ابيض. لا بص انا حضرت لعيبه الاسماعيلي ده بسم الله ما شاء الله. الاسماعيلي ده مسميه ايه فعلا. يعني الاسماعيلي ده يعني اقول لك انا ايه زي ما بيقولوا عليه مانجا. كل الاصناف بقى تلاقي فيه مثلا واحد عويسي سكري لعيبه كده شيء. لعيبه ايش يعني بتلعب الكوره لعيبه كوره شيك. يعني فعلا برازيل مصر. حب المواسم لقلبي اللي كان بينافس الاسماعيلي ده كان كنت تيجي تتفرج على ماتش الاسماعيلي ده تحس انهم برازيل فعلا برازيل مصر. الكوره على الارض كوره ضيقه ما بين اللاعب واللاعب بتاع 2 متر وتلاقي الكوره طالعه سهل. الخطيب قال لهم انا ما اتخيلتش الكوره من غير اسماعيل. طبعا وما حدش تخيل الكوره الرباط والكلام ده. بص 3 فرق بالذات ما تخيلش انه فعلا. الاتحاد الاسماعيلي الاول ماشي. الاتحاد المصري حتى لو كل سنه يلغوا هبوط. والمحله
لو كل سنه هيلغوا الهبوط. عارف ان لو الدوري بقى انديه شركات مش هيبقى حلو. لا الثلاث يعني حتى احنا مثلا من نشاطنا مع الجمهور المصري او الجمهور الاسماعيلي والشد اللي بينا ده اللي بيخلي الكوره حلوه. اما النهارده لو انا انزل قدام انبي مثلا وكسبته اهو مفيش حد هيقول لي انبي وفاركو لا مفيش لعبه دي يعني لا يعني ماتش الاسماعيلي انا بستناه. يعني مثلا ماتش المصري بستناه حتى لو بيلعب فرقه ثانيه. يعني حتى المصري او الاسماعيلي او الفريق ما بحبش اتفرج عليه بيلعب، بس انت الوحيد اللي خليني اتفرج ماتش الزمالك. لا مش هشوف ابدا. انا عمري ما طلع ماتش الزمالك. لا مفيش ماتش الزمالك تابعته بس بالاخص الاسماعيلي الاتحاد المصري. يعني انا ما بحبش اشوف الزمالك بيلعب. لازم اتفرج لازم. اقول لك حاجه، لما بتفرج على ماتش الزمالك انا ممكن الاسماعيلي يبقى مغلوب، الاسماعيلي ممكن يبقى مغلوب الماتش بس انا مبسوط من اللعب. لعبه شيك، لعبه ايه؟ ادرجيه يعني ايه؟ على رغم كره الزمالك بس وش حلو على الزمالك. انا مفيش مره اتفرجت على الزمالك غير لما كسب. انا كل الماتشات اللي الزمالك خسر فيها وكان بيشيل فيها كان بيكون مع الاهلي، بس اي حد غير الاهلي ما بتفرجش على الزمالك. الزمالك عمال يخسر، فرقه حاجه اتفرج ايه على ليك يكسب. فرقه ادرجيه. الاسماعيلي ده كان فرقه ادرجيه مسمين الايه زي هقول لك انا زي ما يكون واحد بيرص حاجه ومخليها ايه، يعني مخلي الرصه ديت متظبطه. كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه. الزمالك احلى حاجه ان الاهلي خلى الزمالك الفريق الرديف بتاعه. بمعنى ايه؟ انا مش فاضي انا فريق بطولات، مش فاضي ان انا اجيب لعيبه اجربها مثلا وتطلع وحشه او حلوه. طول الاهلي عمره كده. الزمالك بقى خلى الزمالك بقى انزاجي يجيب لعيبه. اللي يتالق عن خلي بالك ان الزمالك يبقى لازم الزمالك يبقى كويس، لازم الزمالك يبقى كويس. الزمالك ما بقاش كويس ما تبقاش فيه كوره. هو فعلا انا معاك في دي. اقول لك انا بقول لك ايه، الانديه الشعبيه على العموم لا لازم كوره. يعني الدوري الانجليزي بحل ايه؟ فيه مدرجات. لازما. الله يفتح عليك. لازم الزمالك ما بقاش الدوري. يعني الزمالك ما بقاش دوري. وعلى العموم الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه وكذلك الاسماعيلي كذلك المصري كذلك الاتحاد. الاسماعيلي بحبه يبقى الاخير كذلك المحل بس ما يهبطش. ونفسي بقى تطلع بقى المنصوره، تطلع فرق اللي كنت بحب المنصوره. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده جه جيل في نهائي كاس مصر. ايه اللي في قلب النقل والسوق اللي اسمها المنصوره؟ ايه يا عم الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟ وبرده اخر موسم انت فاكر؟ انا فاكر اخر موسم لفريق المنصوره في الدوري. يا خبر ابيض. كان مع مجاهد وكان حسن مجاهد الله يرحمه الله يرحمه. كان كسب اول ماتشين في الدوري. كان لاعب الاهلي في الماتش بتاعي كان الاهلي كسبان ماتشين والمنصوره كان كسبان ماتشين. فالاهلي لعب المنصوره كله يقول لك بدل القمه انت 6 نقط هم 6 نقط والزمالك كان 4. الاهلي كسب بالمنصوره وبعدها المنصوره خسر كل الماتشات وهبط في الموسم. ايه هتشوف بدايته في اول ماتشين تقول بدل المنصوره. لا المنصوره لعب بطوله افريقيا. لا وكان في لعيبه وضيعوا في الماتش ده، ضيعوا فرص كتيره قوي. يعني كسبوا بس ضيعوا فرص كتيره. ما انا بقول لك انا نفس المنصوره. لا الترسان يا خبر ابيض على الشواكيش. كان عندهم الثلاثه اللي قدام محمدات. انا ما اعرفش مش فاكر اسمه الا محمد رمضان، بس كانوا الثلاثه اللي راس حرب، الثلاثه اللي الشمال واليمين، ومحمد رمضان راس حرب. كانوا 3 محمدات. بصراحه بصراحه بقول لك برضه احب كانوا 3 محمدات. كان عندهم حارس مرمى زمان بهلوان حسن علي. انا ما حضرتوش ده. لا حسن علي كان بهلوان الكره المصريه يعني ما تعرفش كان بيمسك الكره ازاي ويعمل حركه. كان بهلوان. كان عامل زي حارس على كولومبيا. ايوه حارس كولومبيا اللي جاب الكره بكعب رجله كده. لا حسن علي كان بهلوان. لا بصراحه الانديه الشعبيه خبر ابيض. طب وانت بس الدوري الجديد اهلاوي ان شاء الله. مين؟ الدوري الجديد ان شاء الله بالسكواد ده بس ما نعرفش زمان. ما تامنش، ما تعرفش الزمالك برضه بشكله زي انا بقول لك البريمير زي الثاني. ما تامنش الزمالك بشكله زي الموسم الجاي. انا بقول لك لان الكوره يعني الاهلي قطع انتر ميامي ماشي. هم اللي صعدوا في الاخر. الله يفتح عليك. وفي الماتش الثاني جولهم بايلاق. يعني وسام. بس اللي كمان اللي وحش الماتش لما وقفنا تحتيه. وسام والجون الهجمه المرتده. ايوه
بس هم برضه محمد هاني كان واقف غلط فيه. يعني هجمه مرتده، يعني وسام من الهجمه المرتده في الماتش بس ده. ان شاء الله اللي يقول لك الاهلي راح هناك، لا 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 لا, لا اللي عمل ماتش مع بورتو عالمي. عالمي. حظنا فينا فكرة لكن لو انتر ميامي كسب الفريق الثاني كانت مشكله. الفريق برضه بس هم يعني ايه، الماتش خلص بينهم. انت قطعت بانتر ميامي، قطعته ضربه جزاء ضاعت عشان يقول لك انا اهو. هو عشان لعيب يقول لك انا هو حتى جمهور السعودي قال لك الاهلي خرج برجل لعيبته، بفرديه لعيبته بقى. ما بقول لك برجل لعيبته. الاهلي مش كده، الاهلي مش كده. الاهلي دايما جماعيه. هنشوفه بقى في بدايه الموسم الاهلي يبقى شكله عامل ازاي، هيبان بقى في بدايه الموسم. بس الاهلي بالسكواد ده لا هيبقى في حته ثانيه ان شاء الله. عشان بقول لك الدوري هيبقى في حته ثانيه. بس الثاني بيراميدز، الثالث هيبقى الزمالك. بس غرور اللعيبه ومحدش يقول انا. لا ان قال انا مش هيبقى في غرور. ان قال انا اللعيب، ان قال انا ولو ابوز وقال انا هيبقى شخصيه هيبقى ناجح مع الاهلي. ايوه والاهلي هيقدم معاه كوره حلوه ان شاء الله. وارجع اقول برضه ان دايما مع الاهلي اضعف من الحظ. ما بقول لك دلوقتي الكوره فاتت، اضعف من الحظ. الكوره فاتت يعني في ماتش في سنه من السنين، بس كان امتى؟ 2001 ولا 2002 كان الزمالك بيلعب الاسماعيلي وحسام عبد المنعم جاب جون، واسمه عبد النعيم جاب جون في الاهلي وانبي، والكوره مش عايز تخش جوه. الكوره مش عايزه تخش جوه في الدوري. الماتش ده لو تعادلنا كان الاهلي خد الدوري. الكوره مش عايزه تخش جوه. كان اول موسم لانبي. كان الله يرحمه ده بس الكوره مش عايزه تخش جوه. الكوره مش مصممه انها ما تخشش جوه. هي سبحان الله. هو انا بقول لك دايما عدو الاهلي هو الحظ. عارف الاهلي في الماتشات الكبيره. لا هي الكوره كده، الكوره فيها توفيق وعدم توفيق. لا بس الاهلي دايما مع الفرق الصغيره، انا مع الاهلي مع الفرق الكبيره عادي. ما بخافش غير من الفرق الصغيره. انت عارف لا؟ انت عارف لا؟ عشان بيبقى نازل عامل حساب الماتش ده. هو نازل عامل حساب الماتش ده فعلا. هو بقول لك انا عن نفسي الاهلي يعني في ماتش ال 6-1 بين الاهلي والزمالك مش متوقع. كله متوقع الزمالك هيكسب 3-4 مرتاح. كله السكواد اللي كان معاه كله متوقع ان الزمالك هينزل يكسب 3-4. كمان الجزائر ما كانش السي في قوي. لا لسه وحتى الفريق اللي كان معاه ما شجعش. لا كان لعيبه، في لعيبه كويسه. كان في خالد بيبو، كان في ابراهيم سعيد، كان في وائل جمعه. لا كان في لعيبه كويسه، كان في سيد عبد الحفيظ كابتن وليد سعدي. كان في وليد وفي رضا شحاته. لا كان في لعيبه كويسه، لا كابتن احمد بلال مصاب تقريبا. كان عصام الحضري. وشادي محمد. وشادي محمد. لا كان في لعيبه كويسه، كان في، بس ما كانش حد متوقع ان الاهلي، عشان الاهلي كان مستوى متذبذب. عشان كده مدرب جديد معاه بن فرير مشي. وحش. مدرب جديد جاي محدش عارفه من الجزائر. فبرضه الدنيا ايه. عشان كده بقول لك الكوره ملهاش كبير. الكوره بتدي اللي بيديها، الكوره بتدي اللي مش طماع. اللعيب بقى طماع في الفرصه اعرف ان زي ماتش زي ما انت كنت بتعمل كده، كانت كل اللعيبه طمعانه. صراحه ما فيش. انا كنت متوقع في المجموعه دي. انا قلت الاهلي هيطلع اول تاني مع برماريز. قلت هيطلعوا 6-7 بونت. مش سوء مستوى. لا مش سوء مستوى. قوه السكوب بتاع الاهلي. مش سوء مستوى. واللعيبه طمع اللعيب. كل لعيب طمعان ان هو يطلعوا انتر ميامي، ان هو يبقى ان هو يبقى هو عند الجمهور هو اللي جاب الجول. والكوره مش كده. يقول لك احنا خدنا الرابع. لا الكوره مش كده. احنا خدنا الرابع في البطوله دي. فرق اهداف. ما هو بورتو نقطتين بقى. نقطتين ما انا فاهم. فاهمني. هو هيخرجوا يا رب فرق الاهداف. اما انت جيت حسبتنا وبورتو الرابع الثاني مش هتفهم. بس هو ما صعدناش. ما تفرقش معاه. ده ما يقول ايه لو كنتش ما خدتش الدوري الاهلي عندي طلع برجل لعيبته، مش برجل حد تاني، برجل اللعيبه بتاعته. طب انا بقول لك هو حازم امام اسمه امام عاشور انفرد بالجون في اول ماتش قبل ما اتصاب، او بعد الاصابه كمان. بعد الاصابه على طول لعبها له. وسام انفرد. الكوره طلعت على خط الجون بتاع اشرف داري لعبها بالهيد. لا الكوره اللعيب اللي طلعها، اللعيب اللي شتتها بعد ما الجون صدها. لا في ضربه الجزاء ورجعت تريزيجيه تاني. هو كله اتفاجئ اصلا بالمستوى ده. يعني كله قال لك الكوره في مصر شويه. حتى ديفيد بيكهام قال لك انا ما تخيلتش ان الكوره في مصر في فريق عربي
التطور ده. لا 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 اللعيبه دي بورتو، انت زنقت بورتو كنت تكسب، ده انت تكسب في بورتو ده. اشرف بن شرقي ده ضيع يجي 3 فرص، ده شاط. تكسب يجي 10 عمر كمان الجون طلعه وقطوا الجون والجون. ده مين في ايه يا جدعان؟ الشرقي ده يجي 3 جول. الله يفتح عليك. جريتشار ضيع كورتين. الله يفتح عليك. ده انت تكسب ده 10. الله يفتح عليك. ده عدم تركيز وحظ، يعني عدم تركيز وسوء توفيق. ربنا ما وفقش. وسام ربنا وفقه وجاب 3 اجوان. يعني وسام ربنا وفقه. خلي بالك برضه حتى الاصابه، مش بقول لك الحظ انه اتصاب. عارف ان لو وسام كان كمل الماتش معانا، الكوره اللي جت جرشار ضيعهم الكورتين دول، كان هو جاب اقل حاجه واحده كان كسبنا 5-0. كان هو نفسه كان هيعمل رقم في ده سوبر هدف. كل هجمه كنت بتروح بيها انفراد، كل هجمه بتروح بيها انفراد. هو برضه هو دايما قال لك انا خايف من حظ. ورينا بقى حلو قوي كده النهارده، تمام قوي. شكرا لك يا استاذ محمد، ان شاء الله عقبال بقى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. ودايما زي ما معودتكم هيفرتك الدنيا الفيديو ده. الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي يا باشا. يلا يا عم ابراهيم.